لو محتارة بين الشوكولاتة والفانيليا، طب ايه رأيك نعمل الاتنين مع بعض؟ كب كيك الماربل من الحلويات اللي بتفرح الكبار قبل الصغيرين، هش وطري وخفيف وطعمه يجنن بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا بقى بولة هنجيب فيها بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين صغيرين من الفانيليا، وهنضرب بقى البيض كويس جدا، كوباية من السكر البودر بما يعادل 200 جرام من السكر البودر أو سكر أبيض عادي. بعد كده ننزل عليهم بنص كوباية من الزيت، عليهم معلقتين من السمنة أو الزبدة، كوباية بقى من الحليب أو اللبن، عندنا كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنزل بالخليط ده بقى على الدقيق ونقلب في اتجاه واحد. عندنا بقى بولة كده وهحط فيها معلقتين من الكاكاو الخام، وهدوبهم في معلقتين من اللبن أو الحليب لحد ما تلاقيهم كده بقى دابوا خالص. هقسم الخليط عندي لنصين، نص أبيض ونص شوكولاتة، والنص اللي انا الاولاني ده هحط عليه بقى خليط الكاكاو، هقلبه بقى كويس جدا. لو القوام تقيل هخففه بمعلقتين من اللبن او الحليب، اما لو القوام بقى خفيف هتزودي معلقتين من الدقيق. هنستخدم بقى النهاردة الكوبايات بتاعة القهوة دي، ولا بقى قوالب ولا اي حاجة. بدأت ان انا افضي بقى خليط الشوكولاتة كده في اكياس حلواني بالشكل ده، علشان ابدأ ان انا اشكل بقى الكب كيك الماربل. ولو مش متوفر عندك الاكياس تقدري تستخدمي بالمعلقة عادي جدا. هنجيب بقى القوالب وهديها مسحة من السمنة أو الزيت، وبعد كده هنزل بقى بشوية من الفانيليا وشوية من الشوكولاتة. عايزة أقول لكم خطيرة. فرنك شغال على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بدأت ان انا اعمل طبقة من الفانيليا وطبقة من الشوكولاتة، هيدخل الفرن بقى لمدة 20 دقيقة ويطلع بالجمال وبالحلاوة وبالطعامة دي. عايزة اقولك شكله شيك قوي، طعمه خطير، هش طري، كل الكبار والصغيرين هيحبوه، بجد تحفة. أحلى كيك ماربل هتجربيه وعلى ضمانتي، بمقادير مظبوطة. شايفة بقى الجمال والحلاوة من جوه عامل ازاي؟ كمان تقدري تعمليه مشروع كده وتطلعيه في اوردرات كده. جربوه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.